أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة في مول كايرو فيستيفال. من فترة ما خرجناش مع بعض نشوف مكان جديد، قلت النهاردة اخد ولادي ونروح نقضي يوم في كايرو فيستيفال. الحقيقة اليوم ده احنا كنا في رحلة ورحنا اكتر من مكان. كان اول مكان رحنا فيه المول الكبير ده، مول كايرو فيستيفال اللي موجود في التجمع الخامس. المول يا جماعة جميل جدا وعجبني قوي بصراحة. حبيت اقول لكم تجربتي هناك وافرجكم على الاماكن اللي دخلتها واللي مريت بيها، عشان اللي ما راحش قبل كده ياخد فكرة عن المكان، واللي راح يشوف الديكورات اللي بتتعمل عنده الجديدة باستمرار. الحقيقة دي مش أول مرة أروح مول كايرو فيستيفال، رحته قبل كده أكتر من مرة. بيعجبني قوي في المكان إن هو في تجديد مستمر وتغيير، وكل حبة ديكورات جديدة، وكل ما أروح ألاقي حاجات مختلفة عن المرة اللي قبلها. ده بقى هناك كافيه مميز جدا من الكافيهات الموجودة هناك الكتيرة، بس ده بالنسبة لي بصراحة الكافيه المميز. بحب أقعد أخد فيه الشاي بتاعي أو القهوة بتاعتي. زي ما انتم شايفين شياكة وجمال المكان بألوانه بديكوراته. ده موجود في مول كايرو فيستيفال. نقعد بقى شوية ونكمل. دي ديكورات جديدة زي ما انتم شايفين. بيعجبني قوي التغيير المستمر اللي في المول، ان كل فترة بتلاقي ديكور جديد، مش مستمر على حاجة معينة، بالعكس كل ما تروح تحسي فيه جديد. دي حاجة حلوة جدا طبعا. هتلاقي هناك أشهر محلات في كل المجالات، طبعا ده غير البراندات المشهورة اللي معروفة. دانولا، حلويات وآيس كريم، رز بلبن، حاجات على مستوى راقي جدا وعالي جدا. ده بقى أكبر شوز موجود في المول، الشوز الفضي زي ما انتم شايفين، موجود في الدور التاني، عامل ديكوريشن حلو قوي. بيعجبني برضو المحلات اللي موجودة هناك، بس هو يؤخذ على المكان ان اسعاره غالية شوية بالنسبة لي. ممكن تكون بالنسبة لناس تانية الاسعار معقولة، انا بحس انه فيه شوية اسعار غالية شوية. بس المكان شيك جدا، نضيف جدا، مميز جدا الحقيقة. طلعت من المكان المغلق اللي جوه، نطلع بره نبص على النافورة. ده الجزء الخارجي اللي موجود في المول، هو جزئين، جزء خارجي اللي قدامنا ده اللي فيه النافورة الراقصة، والجزء الداخلي اللي فيه المحلات اللي مقفول المغطى تماما، وده الجزء الاوبن اير اللي مفتوح. المكان بره زي ما انتم شايفين جميل جدا، والقعدة فيه مميزة قوي. انا بحب قوي اقعد في المكان ده بس بالليل. لكن في اليوم ده احنا كنا رايحين الصبح، كان اول فقرة في الرحلة بتاعتنا مول كايرو فيستيفال، فرحنا بالنهار. لكن انا كل المرات اللي قعدتها في المكان ده كانت بالليل. القعدة بالليل وهمية. النافورة اللي دي شلالات موجودة هناك، ممكن تاخد عندها اجمل صور. والناحية التانية زي ما شفنا دلوقتي معانا موجود النافورة الراقصة اللي بتشتغل مع الموسيقى، تديلك إيحاء رائع. الموسيقى مع صوت المية مع القعدة على البحيرة، الحقيقة من الأماكن المحببة لقلبي. أنا من الناس اللي بتحب قوي كايرو فيستيفال، لأن ليا فيه ذكريات كتيرة جدا وقعدت في أكتر من مكان فيه، فأنا بحب المكان ده قوي. دي النافورة الراقصة زي ما انتم شايفين. نكمل بقى، ندخل تاني ونشوف ونكمل بقية جولتنا في المكان. طبعا المكان كبير جدا، يعني صعب تلمه في وقت قصير. احنا مشينا فيه كتير قوي، اتفرجنا على المحلات ودخلنا الفود كورت فمكان كبير. ده بقى السينما. دي انا كانت بالنسبة لي مفاجأة، انا ما رحتش هناك من فترة، فانا فوجئت بصراحة تغيير شامل. احدث افلام زي ما انتم شايفين، البعبع ووش الوش ومستر اكس تقريبا. كل الافلام بتاعت الموسم الموجودة حاليا ومعروضة في السينمات موجودة هناك دلوقتي. السينما على مستوى راقي جدا حقيقة، شياكة ونظافة ونظام فوق الرائع. بس انا يومها ما لحقتش ادخل السينما، ان شاء الله المرة الجاية باذن الله هدخل سينما ان شاء الله. ده بقى بالنسبة لنا بقى الجزء المحبب للاطفال، ده الفيديو جيم. مكان برضو من الاماكن الجميلة الموجودة في كايرو فيستيفال. ده ركن كبير، دورين، في كل ما تتخيل من ألعاب الفيديو جيم.
يناسب الأطفال الصغيرة جدا جدا لسن 12 13 سنة، يمكن أكبر كمان. فيديو جيم على مستوى عالي جدا، ألوان وأشكال مبهجة، حتى أنا كنت ماشية بتفرج وأنا مبسوطة بالمكان. طبعا ده غير رأي ولادي، عندي بنتي صغيرة كانت مبسوطة جدا جدا بالمكان ده. الجزء ده في الدور التاني اللي فوق. في كمان تحت ترامبولين برضو موجود في الدور الأرضي، وزي ما انتم شايفين الألوان والأشكال واللعب كتيرة جدا، اللي هو الطفل يحتار من جمال اللعب. ده كان عاجبني جدا جدا بصراحة. دلوقتي بقى ناكل بعد ما لفينا وتمشينا كتير. رحنا بقى مكان اسمه شاورمر، ده مكان معروف طبعا. جبنا من عنده شاورما وبطاطس، وبعد ما اكلنا قلنا نحلي. رحنا عند سينابون. السينابون هناك يا جماعة الفرع اللي موجود في المول روعة، بمعنى كلمة روعة. اللي قدامنا دي كانت ب92 جنيه بالظبط، تكفي فردين. كان طعمها يا جماعة رائع حقيقي، من أجمل المرات اللي أكلت فيها سينابون في حياتي. خلصنا السينابون الجميل ده، قلنا نكمل تمشية ونجيب بقى عصير فريش. الجزء الفود كورنر هناك كان موجود مكان اسمه كيلو كباب، بيعمل عصير فريش هناك لكل أنواع العصاير. أخدنا ليمون وخدنا برتقان وخدنا تين شوكي، بس كان مسكر شوية تين الشوكي، لكن الليمون والبرتقان كانوا روعة، كانوا حلوين جدا. ده التين الشوكي كان مسكر شوية، بس برضو كان جميل مع التلج، كان حلو قوي بصراحة. وختمت الرحلة بتاعتي بنولا وأجمل آيس كريم. دي تجربتي هناك، يا رب تكون عجبتكم.